الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أولم يروا أنا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان ربي العظيم وبحمده كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة لله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Perintah menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak kita ketahui ilmunya. Karena setiap perbuatan dan ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Yakni janganlah kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui. Dalam hadis juga disebutkan bahawa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Qala, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahawa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan, yang karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara jarak timur dan barat. Muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat disebutkan bahawa Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, haddatsni bi amrin a'tasimu bih." Qala, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Qultu ya Rasulullah, "Ma akhwafu ma takhafu alayya?"
فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkara yang harus aku jadikan pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling anda takutkan pada diriku? Beliau pun memegang lidahnya seraya menjawab ini. Hadis riwayat Tirmizi. Selain Sufyan bin Abdullah, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu juga bertanya kepada Rasulullah tentang kunci keselamatan. Ia berkata, ya Rasulullah, man najah? Qala amsik alayka lisanak wal yas'aka baituka wabki ala khati'atik. Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Beliau menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang dan menangislah lantaran dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi. Menjaga lisan dari terjerumus ke dalam hal-hal yang haram dan perkataan yang tidak bermanfaat mengandung kebaikan yang besar dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk menjaga lisan dan memberi petunjuk bahawa menjaga lisan merupakan jalan terbesar untuk menuju keselamatan. Dari penjelasan ini dapat kita petik beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, kesempurnaan Islam seseorang itu ditandai dengan menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin. Dua, menjaga lisan merupakan sebab keselamatan. Tiga, seseorang ada kalanya masuk ke dalam neraka dikarenakan perkataan tidak ia perhatikan baik atau tidaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat senantiasa menahan lidah kita dari perkataan tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.